مشاهد جديدة توثق جرائم التنظيمات المسلحة في جسر الشغور. هذه صور حصل عليها تلفزيون الدنيا عن مجزرة ارتكبتها العصابات الإجرامية بحق عناصر مفرزة الأمن القريبة من المجمع القضائي على الطريق الواصل بين جسر الشغور وإدلب. هذا اعتراف أحد عناصر التنظيمات المسلحة. ظلوا بيشتبكوا مع بعضهم شغلة 24 ساعة كانوا 40. بالأخير جابوا برميل مليان سماد وبنزين، حيطين الغومة وفتحوا الباب ودفشوا الباب وزتوه ورجعوا لورا وضربوا رصاص، انفجر البرميل ودخلوا عليهم وصاروا يذبحوا بها العالم. نعم. مين رئيس العصابة هون؟ مين المسؤول عن التنظيم المسلح؟ اسمه أمير بيضة. هذا ما صار له طلع من السجن شهري. اذكرنا بعض الاسماء اللي كانت عم تدفن، اللي كانت عم تحط بالمقابر الجماعي بعد ما قتلت. كثير، ايش بدي اعدل لك كثيرين. شقد كانوا عددهم؟ عددهم 150 واحد. ايوه، الاسلحه اللي كانت عم تستخدم شو؟ اربيجيات وشيش. اربيجي من تركيا. من وين؟ طريق تركيا. في كان حدا عم بيدعم من هنا؟ ايه عم بيدعمون. مين؟ عم بيدعمون الشيخ سامي، بيروح على الحدود وبيجيب لهم. سمعنا انه كان هدول اضافه لهدول المسلحين على الحواجز كان بجيباتهم مصروات كثير، كان يعطوهم مصروات كمان؟ في واحد متبرع ب 20 مليون. مين هو؟ ابو جمال. بالضبط. 20 مليون لمين كانت تروح هي؟ هاي للثوره، مشان يدعمها بسلاح. بالسلاح. مثل ما حكوا لي في عناصر هون. طيب شو في مقابر جماعيه غير المقبره؟ ما في، هاي في وحده وتحتها وحده. تحتها وين؟ تحتها شغله 50 متر. كم واحد؟ والغلاء غزتوها بنهر العاصي. كم عنصر غزتوا بنهر العاصي؟ 6 صراحه. واحد بهن اعتدوا عليهم، واحد من الجسر اعتدى عليهم. سمي بالاسماء. سمي بالاسماء. هلا قلت اسمائهم 3. في جيجي. ايوه. او في مهند. ايوه. في عبد الهادي. ايوه. ايه هذول 3. شو عملوا؟ اعتدوا على النسوان الحلبي. وين كانوا رايحين على اللاطي صيافي. قال انتم ما بتطلعوا مظاهرات، بابا شو عقوا معهم. وهنا يتحدث طبيب شرعي عن المقبرة الجماعية التي اكتشفت فيه جثامين 12 شهيدا من عناصر الأمن نكلت بهم التنظيمات المسلحة. البارحة كان في بالمقبرة الجماعية 10 جثث لشهداء. طبعا حددت لهم أنا سبب الوفاة بأغلبه في قطع رأس، طبعا بأداء قطع مثل الساطور، هو غالبا مستخدمين الساطور حكما يعني، وفي بيناتهم طلق ناري تهشيم كامل للرأس، يعني غالبا بيكون بأسلحة صيد مثل البامبكشن اللي بتنطلق قوة إذا كانت بالذات من مسافة قريبة، قوة تدميرية هائلة. طبعا زمن الوفاة حددناه من خلال مظاهر التفسخ ب7 إلى 10 أيام. زمن الوفاة 7 إلى 10 أيام من خلال مظاهر التفسخ الحاصلة. طبعا في منهم بعض آثار تعذيب وتنكيل على بعض جثث الشهداء. في يمكن 4 شهداء مقطوع رأسهم تماما، مفصول الرأس بشكل كامل. ناتج عن عوامل طبيعة ولا عن لا أكيد ناتج عن أداء قاطع هي الساطور، يعني أكيد. في منهم يعني بس جثة أو جثتين ضلان بس من الرأس من الفك السفلي فما دون، لأن مهشمين الرأس تماما من خلال إطلاق طلق ناري لسلاح صيد، غالبا هو البامبكشن لأني كمان مسافة قريبة. إذن هذه هي جسر الشغور، أحالتها التنظيمات الإجرامية إلى آثار مدينة بعد أن عاثوا فيها فسادا وحرقا وتخريبا. هذا مركز البريد بعد أن دمره المخربون، يشهد كل شيء فيه على عقلية الإجرام التي تحكمت بالمكان.
كاميرا الدنيا زارت أيضا مفرزة الأمن العسكري وسجلت آثار ما ارتكبته الأيادي المجرمة. هنا تشهد الحجارة وما تبقى من جدران على هجوم عنيف استخدم فيه الRPG والمدفعية تعرضت له مفرزة الأمن العسكري التي قتل عناصرها بشكل جماعي ومثل بجثثهم. في هذا المكان تم ذبح عناصر المفرزة قبل نقلهم إلى المقبرة الجماعية خلف مفرزة الأمن العسكري. وهنا على باب المركز ذبح المسلحون أحد عناصر الأمن العسكري لأنه رفض الاستسلام. كلفنا بمهمة تفكيك متفجرات حول معبر السكر، وقمنا بالمهمة وإنجازها بأكمل وجه، حيث قمنا بتفكيك المتفجرات وكانت كميتها كبيرة وصواعق كهربائية وعدة متفجرات كاملة، وتمت المهمة بشكل كامل. هي غمامة سوداء أثقلت بظلالها على جسر الشغور، لكنها انقشعت وقد بدأت الحياة الطبيعية تعود إليها تدريجيا وإلى كل بقعة في سوريا.